السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا فطير مشلتت، فطير مشلتت يا أم منى، أيوه فطير مشلتت يا جماعة، الأولاد بيحبوه موت، فهنعمل مع بعضينا النهارده الفطير المشلتت الجميل ده. هاقول لِك على كل التريكات بتاعة الفطير اللي بتطلعه ناجح معاكِ، هاقول لِك إزاي تهوّي الفطيرة، إزاي تفرديها، مدة العجن بتكون قد إيه، هاقول لِك عليها، هاقول لِك كمان على نوع الدقيق اللي أنتِ تستخدميه، هاقول لِك أي نوع دقيق تستخدميه للفطير، هاقول لك لو الفطير بيقطّع منِّك تعملي إيه وتتفادي التقطيع اللي بيكون فيه إزاي، ولو الفطير بينشف منِّك برضه هاقول لِك تعملي إيه، هاقول لِك على كل التريكات ديّة. عملنا فطير بسم الله ما شاء الله روعة، طري وجميل ومورق وما فيش أجمل منه. قبل ما ندخل بقى على الفيديو حُطّي لايك لأم منى، ولو أنتِ جديدة عند أم منى في القناة يا ريت تدوسي على زر اشتراك اللي هو باللون الأحمر كده، في زر تلاقيه تحت القناة باللون الأحمر تدوسي عليه، وبعدين هيطلع لِك كلمة الكل برضه تختاريها علشان أي فيديو أعمله أي وصفة أعملها يروح لِك بيها إشعار وتشاهديها. تمام يا ست الكل؟ ويلا بينا ندخل على الفيديو. استنوا، صلّيتوا على الحبيب والّا لأ؟ صلّوا على الحبيب الأول عشان ربنا يبارك لنا في الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. وزي ما أنتم شايفين تمام معايا كيلو من الدقيق، نزلت عليه بمعلقة صغيرة من الملح، والكوباية دي معبياها مية وموجودة جنبيا بحط منها حبة حبة، ما بنزلش بالمية مرة واحدة. ليه؟ لأن كل نوع دقيق يا بنات بيختلف عن الدقيق التاني، فأنا مش هقدر أقولك على مقدار مية معين. تمام كده؟ بس انتوا خليكم معايا وشوفوني أنا بعجن ازاي. أنا بنزل بالمية حبة حبة وبعجن. تمام. الأول هنتوه الدقيق، بعد بقى ما الدقيق بتاعي أتوهه كله هافضل أعجن في العجينة لمدة 10 دقايق. أيوة يا بنات، تعجني في العجينة لمدة 10 دقايق أو لمدة 15 دقيقة. لو انتي سريعة كده في العجن يبقى لمدة 10 دقايق زي الفل، ولو على العجان كمان لمدة 10 دقايق. لكن لو انتي بطيئة انتي وبتعجني تمام فاعجني لي بقى 15 دقيقة. تمام. هتاكلي فطير مورق وجميل وهيفرد معاكي بمنتهى السهولة. يبقى أهم خطوة لنجاح الفطير المشلتت هو العجن يا جماعة الخير. تفضلي تعجني لغاية لما تطلعي لي مادة الجيلاتين اللي بتكون موجودة في العجينة. تمام كده يا غالية؟ اهو زي ما انتم شايفين انا عجنتها كويس قوي لغاية لما بقت معايا عجينة مطاطة جميلة قوي بالشكل ده. اهو زي ما انتم شايفينها ما شاء الله عليها. شايفين انا هقسمها هنا بقى على 2، هعملها فطيرتين، هسيبها بقى تستريح معايا حوالي نص ساعة وبعدين هنشتغل فيها. تمام. وبعد ما العجينة ارتاحت معانا يا جماعة جبتها كده أي سطح عندك افردي عليه. تمام كده يا ست الكل. أنا هنا بقى حاطة الصينية على الغسالة بتاعتي أعزكم الله، وعلشان أفرد بيها كده، وعندك ترابيزة حطيها عليها أي حاجة عندك مشي نفسك بيها. تمام. هافرد عليه زيت يا جماعة، هافرد بزيت. تمام. هو زي ما انتم شايفين، وباخد من جوه لبره كده، من جوه لبره، وزي ما انتم شايفين حبيبة قلبي جنى هي اللي موجودة معايا بتلافيني يعني. قولها لافيني السمنة لافيني الزيت، هاتي صينية هاتي كده كده، موجودة معايا. هي على فكرة بتحب شغل المطبخ جدا. أو زي ما انتم شايفين هي شطورة في كل حاجة. حط لها بقى لايك بالله عليكم. بنفرد بقى من جوه لبره بالشكل ده، واخد من جوه لبره من جوه لبره. عايزه اقول لك لو العجينه بتاعتك جيتي تفرديها تمام فانت وبتفردي بتكش كده منك، اعرفي ان العجينه ما اتعجنتش كويس وكمان ما ارتاحتش كويس. اهو زي ما انتم شايفين انا بفرد فيها وهي بتتفرد لوحديها ما شاء الله عليها. ليه؟ ان العجينه معجونه يا جماعه كويس قوي وكمان ارتاحت مني كويس. اهو زي ما انتم شايفين مسافه بس ما حطيت ايدي كده عليها مفيش دقيقة وكانت عبت الصينية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام كده. هنا انتهينا من مرحلة الفرد. هنعمل ايه بقى؟ هندخل على مرحلة التهوية. ازاي يا ام منى تمسكي الفطيرة بالشكل ده من الطرف بتاعها تمام وتشدي الفطيرة بالشكل ده. خدي بالكم يا بنات، خدي بالكم كويس، وادخل ايدي بالراحة، خلي ايدك خفيفة. تمام يا ست الكل. وندخلها كده ونشد، تدخلي ايدك وتشد الفطيرة لبره هتنفرد معاكي بمنتهى السهولة. هي دي بقى طريقة الفطير المشلتت الأصلية بتاعت الفلاحين، بيعملوه كده يا جماعة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هي دي الطريقة الأصلية الأصلية. شايفين؟ تاكلوا فطير مشلتت مورق وجميل وبطعم زمان، بطعم جدتي وجدتك وبطعم الناس الطيبين. شايفين؟ بتلف على الفطيرة كلها وبتعملي نفس الحركة اللي انا عملتها وشفتيها. تمام. بشد الاطراف بالشكل ده، وطبعا انا وبفرد الفطيرة تخلي بالك تفردي الاطراف كويس قوي. تمام كده يا ست الكل. لو اتقطعت منك
مش مشكلة، قطع 2 3 مش مشكلة لو كان قطع صغير، بس لو كان قطع كبير هيأثر على الفطيرة، مش هتاخدي منها طبقات ومش هتورق منك. تمام كده يا ست الكل. فالقطع الصغير ده مش هيعمل اي حاجة يعني، ومش مشكلة، هيروح معانا في الفطيرة، هناخد طبقات مورقة وجميلة بالشكل ده. بورق الفطيرة بتاعتي دي يا جماعة اسمها مرحلة التهوية، وبحاول أدخل هوا تحت الفطيرة، هرفع كده واشد وادخل الهوا. شايفين اهو، لازم ندخل كمية من الهوا عشان الفطيرة بتاعتنا تكون ناجحة وتكون مورقة وتكون جميلة. يعني الهوا عامل كبير اوي اللي انت بتدخليه ده لنجاح الفطيرة. شايفين بالشكل ده اهو، ما شاء الله عليها العجينة معجونة كويس، وما شاء الله سلسة وجميلة، وكانت بتنفرد معايا بمنتهى السهولة. وكمان زي ما انتم شايفين كده، مفيش طبعا اسهل منه، صح؟ اللي هو الفطير المشلتت. لو بنوته لسه داخله المطبخ وشافت الطريقه دي يعني هتعتمدها وهتعملها، سهله وجميله وبسيطه جدا جدا. شايفين بقى؟ وكمان كان ممكن تنفرد اكتر من كده، بس خلاص وصلنا للارض، هنروح فين تاني يا ام منى؟ شايفين يا بنات؟ يا ما شاء الله، ام منى ملكه الفطير. جبت بقى، لا هجيب سمنه بلدي ولا هجيب زبده، سمنه عاديه خالص، السمنه بتاعت البرطمان دي اللي بتتباع في السوبر ماركت. جبتها وبحطتها كده على الفطيره. تمام كده يا بنات، بحراره الغرفه، لا سيحت سمنه ولا اي حاجه، اخدت من البرطمان على طول ورشيت على الفطيره بتاعتي، وزعت السمنه كلها على سطح الفطيره. ما شاء الله عليه. عايزه اقول لك النوع من السمنه ده بيطلع معاكي الفطير مورق وجميل جدا جدا جدا، وبيديله طراوه وطعم يعني ما اقولكيش. هتشوفي بنفسك اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله. هنطبق بقى كده الفطيرة بتاعتنا بعد ما حطينا لها المادة الدهنية. أي مادة دهنية عندك اشتغلي بيها. تمام كده يا ست الكل، بس ما ينفعش تشتغلي بزيت بس. ليه؟ الفطير هينشف منك ومش هيديكي طراوة خالص، فضروري نحط سمنة على الفطير، أي نوع سمنة مشي نفسك بيه. ما شاء الله. تمام كده يا بنات زي ما انتم شايفين. وهنطبق جميع الجوانب بتاعة الفطيرة على هيئة مربع بالشكل ده، هقفل عليها وبرش سمنة. خلي بالكم في كل طبقة بطبقها بحط سمنة. ليه؟ لأن السمنة هي اللي هتديني التوريقة أعزكم الله، التوريقة اللي بتكون في الفطيرة. فضروري بين كل الطبقات بتاعة الفطير وانت بتطبقيه تحطي رشة سمنة كده توزعيها على الفطيرة بتاعتك. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. الفطيرة بتاعتي معبية بالهوا. ليه؟ لأن أنا هويتها كويس. شايفين؟ ما شاء الله كانت جميلة جدا جدا. اهي طبقتها كده بالشكل ده، وهلم الفطيرة وهجيب صينية وادهنها سمنة واحط فيها الفطيرة، وكمان هسيبها ترتاح يا جماعة. انا عملت واحدة معاكم وهعمل واحدة من ورا الكاميرا. تمام، هسيب الفطير بتاعي يرتاح حوالي 10 دقايق كده، مش كتير، وبعدين هنفرده في الصينية. تمام كده يا ست الكل. حطيت اللايك ولا لسه؟ حط اللايك بالله عليك. وزي ما انتم شايفين علشان سبت الفطير ارتاح معايا كويس، مجرد بس ما بحط ايدي عليها كده بتنفرد بمنتهى السهولة. زي ما انتم شايفين كده فردتها في الصينية واتفردت معايا. ما شاء الله اللهم بارك يا ربي. كان الفطير يعني جميل جدا جدا جدا. اهو لو بنوته لسه زي ما قلت لكم بتتعلم، طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه صعبه، ودي طريقه اجدادنا يا جماعه في عمل الفطير المشلتت. اهو زي ما انتم شايفين فردت واحده وهفرد التانية. صلي على الحبيب يا ست الكل، صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور حبيبي انا يا رسول الله. شفتم كده؟ بنفرد هنا بمنتهى السهوله بتنفرد معايا. هنا بقى هتواجهني مشكله، هي ايه؟ الفطيره بتاعتي يعني كبيره على الصينيه. تمام، انا فردتها كده وحسيت ان هي لسه عايزه تنفرد تاني، فهجيب صينيه اكبر من دي وهنقل الفطيره من الصينيه الصغيره دي واحطها في الصينيه الكبيره بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبكمل فرد فيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. في الوقت ده كانت منى طلعت على السطح شغلت لي الفرن. لازم ندخل الفطير المشلتت على درجة حرارة عالية، وتكون الفرن يا جماعة سخنة مسبقا. تمام، خلاص طلعت كده بالفطير بتاعي وحطيته في الفرن زي ما انتم شايفين. وما شاء الله اللهم بارك. اجمل فطير مشلتت ده ولا ايه؟ تسلم الايادي يا ام منى. يلا عزمكم كلكم يا كل متابعيني. شايفين؟ ما شاء الله. وخبزنا الفطير المشلتت واداني فطير مشلتت ما شاء الله جميل جدا جدا، طري وجميل. هو لسه خارج من الفرن حالا، كل ما يبرد يا جماعه هيديكوا طراوه اكتر. شايفين الجمال؟ مستوي من تحت ومن فوق ما شاء الله عليه، خفيف جدا جدا ورائع. شايفين؟
ولا اجمل ولا اروع من كده. هنا انا بقول لكم مش قادره امسكه، سخن جدا، بس كان لازم انهي الفيديو معاكم، فبضطر بقى امسكه وهو سخن سخن جدا يا بنات. شايفين؟ مش قادره امسكه والله، ما شاء الله عليه. مش ما شاء الله ما شاء الله والله يا جماعه. كانوا فطرتين كده ما شاء الله زي الفل. اللوز طعمهم روعه ما شاء الله. هطلع واحده تانية كمان اهي، هعطالك الفطيرة التانية وهتشوفيها ما شاء الله. شايفين يا سيدي على الجمال؟ يا ما شاء الله، طرية جدا جدا، ولسه كل ما تبرد كل ما تديكي طراوة اكتر. شايفين ما شاء الله عليها؟ هنا بطأتلك الجزء ده علشان اوريكي كمية الطبقات اللي بتكون في الفطيرة. شايفة ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يا ربي. شايفين الطراوة والجمال؟ ويلا تعالوا عشان تاكلوا، جيبوا العسل والطحينة، اجمل فطير مشلتت عند ام منى. هو ده كان الفيديو بتاعي، ويا رب الفطير المشلتت يعجبكم وينور رضاكم. واتبعي بقى كل المعلومات اللي انا قلتلك عليها، لو اتبعتيها هتاكلي اجمل فطير مشلتت طري ومورق وجميل جدا. وبكده يكون خلاص نهاية الفيديو. اترككم في حفظ الله وامن ورعايته، واشوفكم على خير في الفيديو القادم، ومع الف سلامة يا غاليين. باي.